السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. معانا النهاردة وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض الكشري في حلة واحدة بطريقة سهلة جدا. وتعالوا نشوف طريقتنا. هنعمل ايه؟ معانا هنا كوباية ونص عدس، هننقعه في مية سخنة لمدة نص ساعة. تعالوا نقطع البصل عشان نعمل التقلية بتاعة الكشري. معانا كده بصل ابيض، هنقطعه شرايح كده نصين. اهم حاجة نفكه من بعضه كويس زي ما انا بعمل كده. بعد كده نحط معلقة دقيق ومعلقة ملح ومعلقة سكر، وهنقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هنصفي البصلة بتاعتنا في مصفى، ننزل فيها كل الدقيق والزوايد زي ما احنا شايفين كده، مش عايزين فيها دقيق خالص، هو بس الكفر اللي عليها. معانا هنا الطاسة بتاعتنا، هننزل بكمية من الزيت اللي تكفي كمية البصل اللي احنا عاملينها زي ما احنا شايفين كده. نزلت بالبصلة بتاعتي، هنحمر البصلة بقى لحد ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. طبعا هنفضل نقلب فيها باستمرار. نتابعها اول باول كده. البصلة بتاعتي خلاص قربت تاخد اللون اللي انا عايزاه. في اللحظة دي ما سيبهاش، افضل اقلب باستمرار كده. خلاص وصلت للدرجة اللي احنا عايزينها كده، مظبوطة جدا. هنطلعها بقى، نصفيها كويس من الزيت زي ما احنا شايفين كده. شايفين طالعه معانا مقرمشه وجميله ازاي؟ شايفين التقليه بتاعتنا عامله ازاي؟ بتخبش ازاي؟ تعالوا بقى نعمل مع بعض الصلصه بتاعه الكشري. معانا هنا عصير طماطم معصور مصفيه، عليه معلقه سكر ومعلقه هريسه. معانا هنا الزيت اللي عملنا فيه التقليه، هناخد حبه منه. ومعانا هنا فصين توم مفرومين، هنشوح التومه بتاعتنا عليها رشه ملح. نشوح التومه بتاعتنا كويس لحد ما تاخد لون تصفر كده. ننزل بعصير الطماطم. معايا هنا ملح وفلفل اسود ورشه كمون ورشه كزبره. هزود عليهم هنا علبه صلصه من اللي انا مفرزاها، وهنغطيها ونسيبها تستوي مع بعضها وتغلي وتتسبك كويس جدا. تعالوا بقى نعمل الكشري بتاعنا. معايا هنا باقي الزيت بتاع التقليه، هنصفيه في الحله وننزل بكوبايه شعريه. هنحمر الشعريه بتاعتنا لحد تاخد لونها المظبوط كده. هنكون مجهزين كوبايتين ونص رز، هنغسلهم ونصفيهم كويس. هنقلب الرز مع الشعريه كويس. هنكون صفينا العدس بتاعنا وغسلناه، هننزل بيه ونقلبه كويس. نفضل نقلب كده الرز مع العدس مع الشعريه لمده دقيقه او دقيقتين. وهنضيف ملح وكمون وكزبره. هنشوح شويه وبعد كده ننزل بمقدار الميه بتاعنا. بعد ما ننزل بمقدار الميه بتاعنا، معايا هنا كوبايه مكرونه صغيره، هنزل بيها وهنغطي الكشري بتاعنا نسيبه يتشرب الميه. تعالوا نبص على الصلصه بتاعتنا، اتسبكت اهي وبقت تمام. الكشري بتاعنا اتشرب وهدينا عليه النار.
هنقلبه ونسيبه يكمل سوا. تعالوا نعمل مع بعض شطة زيت. ناس كتير بتحب الشطة زيت بتاعت المحلات، هي سهلة جدا. معانا معلقتين زيت عليهم معلقتين شطة، هنحمر الشطة في الزيت. بعد كده هننزل بكبشتين من الصلصة اللي احنا عملناها للكشري، بس كده. وعليهم ربع كوباية مية، هنسيبها تغلي غلوة واحدة وهنطفي عليها. تعالوا نشوف الكشري بتاعنا استوى. تعالوا نعمل مع بعض على طول الدقة بتاعتنا. معانا فصين توم مفرومين، معلقة ملح، معلقة كمون، ربع كوباية خل، عصير ليمونة، وربع كوباية مية. هنقلبهم كويس جدا، وبعد كده هنصفي الدقة بتاعتنا. انا بحب اصفيها، مبحبش يبقى فيها توم كده. زي ما احنا شايفين الدقة بتاعتنا بقت جاهزة. تعالوا بقى نقدم الكشري بتاعنا. زي ما احنا شايفين الجمال، شايفين الكشري مفلفل ازاي. بجد سهل جدا، جربوه تعمليه في حلة واحدة وتوفري على نفسك تعب ومجهود ووقت. شايفين التقلية بتاعتنا عاملة ازاي. طبعا الكشري ما ينفعش من غير حمص شام. هنزل لكم طريقته، هيعجبكم جدا. جربوه، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس، واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.